السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نقدم معكم واحد الطريقه ديال طهي العسل على الطريقه ديالي الخاصه كلها وكي كيدير لها. انا صراحه نديرها بالسكر مي. ملي بغيت ندير الحلوه هاد البارح نط لقيت عندي غير سنيده، قلت علاش لا ما نجربهاش حتى بسنيده وان شاء الله غادي تجي زوينه. وفعلا صدقات لي رائعه وزوينه مع القياس اللي سنعطيها. هنا عندنا 2 كيلو ديال السنيده، وعندنا حامضه تنقطعوها دوائر، وعندنا عويدات ديال القرفه بطبيعه الحال تنغسلوهم من ديك الغبره اللي فيها. والكوكوط ديالنا ضروري تكون الكوكوط هي اللي تنتحكموا في الطهي. الوقت ديال الطهي ديالها تاخذ 40 دقيقه بالضبط. هنا ملي اما الا درناها في الطاوه عاديه تاخذ حتى ساعه. هنايا ملي تنديروا الكوكوط ديالنا تنديروا فيها سنيده، تنعبروا يطرد الماء نيشان، ما زايد ما ناقص. الا درنا كثر تجي خفيفه، الا درنا ناقص تتحرق لنا تتقال تتولي كيف الدجاج ملي تتوجد. وانا الحمد لله من نهار اللي جربت ندير العسل وهي تتقلي 100%. انت نتمنى انكم نتوما تجربوها وان شاء الله تستقلكم. هنا من بعد ما تنديروا سنيده ديالنا تنديروا فوق منها يطرد الماء، والحامضه ديالنا من بعد ما تنتخلصوا من دوك البذور ودوك البذور اللي باش ما يطلقولناش المروره. وهنا وتنديروا حتى دوك العويدات ديال القرفه، وكاين اللي تيبغي يدير حتى كميميسه ديال الزعتر، علاش لا انا ما تنديرهاش. وتنحركوها هكا وتنشدوها وتنديروها النبت الاولى على نار متوسطه. من بعد ملي تبدا الصفاره غتبدا تصفر تنديروا 40 دقيقه نيشان. الا فوتيها تتقلك، ولا قللتيها تتحرق لك. هنايا العسل ديالي كانت باقا شي شويه سخونه، ولكن راه في الاخر الفيديو غادي تشوفوها من بعد ما بردات مزيان رجعت في الشكل الحقيقي ديالها تقيقل. هنايا باش نعرفوا 40 دقيقه دازت، هنا باش نعرفوا نجحت لنا العمليه ديالنا ديال العسل حتى تيولي لنا الحامض على هذا الشكل هذا بني غامق. الا كان باقي صفر تتولي تشدي عليها. انا درت 40 دقيقه بالضبط، ومني حليتها لقيتها الحمد لله نيشان كيف ما انا بغيتها. وانا الحمد لله ما تتخلعنيش العسل، ديما تنطيبها. هو وكان هاد المره جربتها بسنيده. انا ديما تندير القالب السكر وتنخوي عليه يطرو ديال الماء وتنخليه ليله كامله. اليوم من البارح زعما مني حتى 8 د الليل عاد انا فكرت انني نطيب العسل وندير الحلوه. الحمد لله كل شيء تم بنجاح والحمد لله. هنا ملي تنتخلصوا من داك العويدات ديال القرفه ودوك الدوائر د الحامض، انا هاد الدوائر د الحامض صراحه ما تنلوحهمش. كاين اللي تيبغي يزوق بهم شي كيكه. انا البارح كليتهم وعطيتهم لولدي، كان فيه شويه ديال الحلاقم وعطيتهم له مع العسل والحامض. راكي عارفه دواء بلا ما تحتاجي زعما تلوحيهم. هنا خليت العسل ديالي جانبا، كبيتها في واحد البول وخليتها تتبرد عاديه، عاد خدمت بها. ومن بعد زعما الحمد لله ما جاتني لا قاصحه، ما جاتنيش لا زجاجيه لا والو. بنادم الا الا بردات لك العسل ولقيتيها بحال الجاج تزيديها الماء وترديها تولي طيب. اما الا لقيتيها خفيفه بزاف تتخليها عاوتاني تتعقد انتي ولكن الا تبعتي المراحل هادشي اللي درت غادي تنجحي ان شاء الله بحول الله. هنا في الاخير ملي طفيت على العسل ديالي تنقبض ديك المسكه الحره وتنطحنها مع معلقه ديال سنيده على هذا الشكل هذا اللي تتشوفوا. تنخليها ديما هي في الاخير باش تعطيها ديك النكهه وتتبقى العسل صالحه ديري فيها الحلوه ولا ديري فيها الرغيفه ولا تستعمليها اي حاجه تجي رائعه لا في النكهه ولا في المذاق. هنا من بعد ما وضعنا ديك المسكه الحره ديالنا تنحركوها على هذا الشكل وتنخليوها حتى تتغلي شي شويه، ومن بعد عاد تنخليو العسل ديالنا جانبا حتى تتبرد. وتنتمنى الطريقه هذه تفيدكم وتجربوها، علاش لا. انا وتنفضل انني هكا نصايبها على يدي على انني نشريها تتكون خفيفه ما تتصدقش مزيان. وان شاء الله بحول الله تجربوها حتى نتوما وتصدق معكم. العسل اسهل ما يكون، بنادم خصو يحيد ديك الدهشه ويزعم ويتعلم انه يديرها لراسو. هنايا من بعد ما درت الحلوه وساليت وشاطليت شويه هانتوما تتشوفوا الثقل ديالها كيف داير. هنا تتعرفوا العمليه ديال العسل ناجحه 100%. وتنتمنى انها تعجبكم. وشوفوا هانتوما حتى اللون تيكون بني غامق، ما تكونش صفرات ديك الساعه تكون باقا ما طابت. وشكرا وتنتمنى لكم التوفيق جميعا وبالصحه والراحه.